ايه اكتر نصيحة نفسك الناس تسمعها بجد؟ اوبا، حلو السؤال ده. نقول حاجتين مش حاجه واحده. بص في ورقتك، ركز مع نفسك، ما تركزش مع الناس التانية. ولما تمسك في حاجه عشان خاطر يجيب اخرها، ما تسيبهاش كمان اسبوعين ثلاثه. احنا مش عيال صغيره. لما تبتدي بيزنس، تفتح قناه يوتيوب، تدوس في التداول، تدوس في اي مجال جديد، اديله وقته. طبيعي انك هتخسر في الاول، طبيعي انك هتعك في الاول، طبيعي انك مش هتشوف نتائج في الاول. ده الطبيعي. انت متوقع ايه؟ فما تسيبوش لو ما جابلكش نتائج كمان اسبوعين ثلاثه. مفيش حاجه هتجيب لك نتائج في اسبوعين. ما تسيبش البيزنس اللي انت عايزه، ولا القناه اللي انت ابتديتها، ولا التداول اللي انت دخلت فيه كمان 6 شهور. لسه اديله وقته. لما تدوس في حاجه بجد، نام عليها على الاقل سنتين ثلاثه. البيزنس اللي بجد اللي انت مستني منه حاجه، اديله الوقت ده والمجهود ده. لو ما عملتش فلوس كمان سنتين ثلاثه، ساعتها شوف حاجه غيره. بس ما تشبطش اسبوعين شهر بالكتير وتسيبه. احنا كده عيال صغيره مش هنوصل لحاجه. كل حاجه هتبتدي فيها صدقني اول سنه لازم تعك، لازم تخسر، لازم تقلع ملط. ده الطبيعي. لازم تعدي مرحله الملل، تعدي مرحله عدم اليقين دي، لحد ما تشوف النتائج بقى تبتدي تتبني. دوس في الموضوع كل يوم، دوس في الموضوع من غير ما تستنى منه حاجه. دوس في الموضوع عشان انت عايز تشوف اخره ايه. ايا كان الموضوع ايه، عامل اي حاجه في الحياه اكنها لسه نازل الجيم جديد وهتطلع عضلات. محدش بيطلع عضلات من يومين. عشان خاطري ادي الحاجه وقتها.